خطأ أو مشكلة فرش تقدر تجسد لي إياها بقصيدة. فرشي قال مشكلة أعاني من عندها. فسألته شنو مشكلته؟ قال أني كنت أريد وحدة وتريدني من أيام الثانوية. نعم. وكانوا هم يسكنون مدينة بغداد. نعم. فقال تقدمت مشيت عليها، أهلها رفضوا أو خلوا شرط أنه قالوا إذا ما تخلص دراسة ما نعطيك إياها. فبعد 2-3 صار وضع العراق وصارت الأحداث، فجرفوا تيار التهجير إلى مدينة تكريت. نعم. فهي بقت ببغداد وهو بقى بتكريت. وانقطعت أخبارها، يعني لا وسيلة اتصال بيناتهم، لا يعرف عنها شيء. فعن طريق الصدفة هو بالجامعة فجاي بنية مسلمة عليه يعرفها سابقا. فقالت له أنت مو فلان؟ قايلها مبلى. قالت له شو أخبار صاحبتك؟ قايلها والله ما أعرف يعني، وأتمنى واحد يجيب لي من عندها خبر. قالت له أنا أعرفها وصديقتي هي زميلتي وأنا بنت خالتها، وإذا تريد هذا رقم الموبايل مالها. فمنطيته رقم الموبايل، فما أخذ رقم الموبايل، من راجع البيت متصل بيها. فالحد هنا القصة تنتهي كنثر وتبدأ كشعر كقصيدة. ولكن بهذا الفترة هي البنية طلعت أهلها متغيرة حالتهم، مو مثل ما عافهم متزنق، فقراء وصاروا تزنقنا. الله فتح لهم باب. فعلى لسانه أقول خابرت مرة الأحبها، خابرت مرة الأحبها، قالت تفضل تقول انت اشتري. قلت لحظة خل سلم وانت فاهم عود ندخل بالمفيد. قالت أنا ما أعرفك حتى أتكلم معاك، أنت منه وين ساكن؟ يمنا لو ساكن بعيد. قلت أنا كنت أظن ساكن بقلبك وامشي دم ويا الوريد، وأنت عمري وكل حياتي وكل شي لي اللي يفيد، وهسه جاية تسأليني يمنا لو ساكن بعيد؟ يما حقك أنت تسأليني لأنك بشكل جميل وتحسب الباقي عبيد. هسه قلي لي عرفتي منه أنا لو لسولف لك مزيد؟ قالت أنا تو عرفتك وافتهمت انت اشتريد، بس أقول لك صدق أنا ما أفيدك، أنا في عز الربيت وأنت في فقر وشريد. روح دور وحدة غيري ترضى في حالك ولا تطلب مزيد، شوف لك وحدة فقيرة ثوب ما عدها تبدل من يمرن بيها عيد. قلت عذرا أنا أخطأت اختياري، بس أقول لك كلمة بلشلك تفيد، مو إلك وحدك أقولها، الكل بنت رفعت خشمها وقلبها قاسي وعنيد، إنها الوردة الجميلة ما زهت لابد بيوم يذبلها الجليد، وتصبح أوراق تساقط على الأرض، وما أظن هناك لك عطر يفيد، من زللها كثير أخطاء نغفر، من زللها القلب سوى تسابق، منزل الها العلي رفعت خشمها منزل لها، وبعد مرحم هلولة تبوس ديه، وبعد مرحم هلولة تبوس ديه. وسلامتكم. بارك الله فيك.